لعبت عليا يا كابتن. على هارون. تكسب. ممكن تديني التذاكر اصرفها لك؟ Not more, and very nice. Just try. See? Very, very nice. 10 pounds only. ألاقيش عندك قط فرعوني؟ اتفضل فوقنا اللي يعجبك. اتفضلي يا مدام، شوفي الشغل تحت. الضابط البحري وصل. اوه باردون، قصدك قريبك. تمام، أنا مستعد للتسليم. اوه تري بيان مسيو شكري، الباترون بتاعنا عاوز العملية تتم بسرعة. أنا جاهز. الظرف ده فيه رسومات تسليح الغواصات الجديدة والأحواض الجافة ومخازن الذخيرة السرية، كلها متصورة على مايكرو فيلم. اوه تري بيان مسيو شكري. تري بيان، عظيم عظيم جدا. دي صورة نص الرسومات بس. والنص التاني؟ باردون يا مسيو هارون، بعد ما نتفق الأول على المبلغ. لاحظ إن النص ده ملوش قيمة أبدا من غير النص التاني. برافو مسيو شكري، انت ناصح قوي. بعض ما عندكم يا مسيو هارون. ميل ميرسي مسيو شكري. أكومبيان المبلغ كام؟ 25,000 جنيه. اوه سي ترو، ده كتير قوي. باردون يا مسيو هارون، انتوا عارفين كويس قوي قيمة الأسرار اللي فيها. طيب انا هتصل بالباترون واشوف ايه رأيه. فوت عليا بكرة اديك خبر. روفوار يا مسيو هارون. روفوار. هايل جدا. بندفع 25,000 جنيه. بس راقبوه كويس وتأكدوا من شخصية قريب الضابط البحري.
اللي هيسلمك الفلوس هيكون معاه نص الصورة التاني. إيه في حاجة مسيو شكري؟ لا اصلي بتشائم من القطط. مسيو شكري انت راجل متعلم. والتسليم امتى وفين؟ الشامبانيا كلاب بكرة الساعة 11 بالليل. مع السلامة. اورفار يا مسيو. أوروبا. بون شانس. وافقوا على الدفع. التسليم بكره الساعه 11 في شامبانيا كلاب. كويس. انا هسيب لك الظرف اللي فيه الصور المطلوبه تحت التليفون. الصور دي بتمثل المدعو هارون تاجر الانتيكات في خان الخليل. التحريات اللي عملناها بتؤكد انه بيتصل اتصالات مريبة باحد الضباط بالقوات البحرية، وانه بيعرض عليه مبالغ ضخمة في سبيل الحصول على معلومات واسرار عسكرية متعلقة باسطولنا البحري. اجتماع النهاردة لتنفيذ الخطة للكشف عن باقي افراد شبكة الجاسوسية اللي بيتعاملوا مع هارون. رائد حلمي فندم. هتقوم بالمراقبة ومعاك النقيب عباس. حاضر يا فندم. نقيب فؤاد افندم. هتقوم بالهجوم المكشوف ومعاك النقيب سمير. حاضر يا فندم. اي اسئلة؟ بعد اذنك يا فندم، هي العمليه هتتم فين؟ الليلة الساعة 11 في شامبانيا كلاب. هو ده الضابط البحر.
تسمحوا نقلب جثة. احنا جايين نتفاهموا معاك. خلينا حبايب. احنا مش عاوزين نأذوك. انا مضطر استعمل القوة. لا مفيش داعي ابدا. اتفضل. زرخ هنعرف لنا ايه، لكن المهم هارون لازم نخلص عليه هو ومراته. ليه؟ قلت لي لو قبض عليهم البوليس هيعترفوا علينا ونروحوا كلنا في داهية. لازم نخلص عليهم. الو مسيو بيترو، ايه نجحت العملية 100%. انت راجل عظيم يا هارون. ميرسي مسيو بيترو. هارون وطب نفسك بسرعة، بعد ساعة هنفوتوا ناخدوكوا انت والمدامة. على فين؟ اسكندرية. نركبوا المركب لنابولي وبعدين اسرائيل. اسرائيل. مدام نسيت اقدم لك هدية الباترون بتاعنا بمناسبة نجاح العملية. ميرسي بوكو مسيو بيترو. فاتيكوا مدام. اتحقق الحلم وهنروح اسرائيل وهشوف رشيل بنتي. 10 سنين بقالي ما شفتهاش. زمانها دلوقتي بقت وزيرة. انا عارف بنتي عندها مؤهلات عظيمة. الله يقدس روحك يا هارون. فاضل 5 ثواني. هاتي افتحي الهدية نشوف فيها ايه. شكري. لا عفريت. يا اخي ايدك تقيله قوي. ما انت كمان رعبتني. كل مدة انت طيب. جامعا ان شاء الله. ها ايه الاخبار؟ نجحت الخطة زي ما كنا مقدرين. يعني شكري دلوقتي ميت من وجهة نظره. وحضرتك بقى الجاسوس الخاين اللي هيجري وراه عشان تسليح الغواصات لما ينقطع قلبك. هتسافر اسكندرية حالة العصام. ليه؟ عشان تتحرك الشبكه وراك بعد ما تجمد نشاطها بموت حضرتي. طب وايه اللي مطلوب مني اعمله في اسكندرية؟ قطعا بيترو هيحاول الاتصال بيك عشان نص الفيلم المكمل للمعلومات اللي عنده. تساوموه وتلوعوه لحد ما تكشف افراد الشبكة واحد. وعلى اخص رئيسهم. زعيم الشبكة هو هدفنا الرئيسي يا عصام. طب وهنزل فين في اسكندرية؟ في فيلا مخصوصة محجوزة لحضرتك في سيدي بشر. وانا الطباخ بتاع سيادتك.
وانا البواب بتاع عظمتك. الله. طب وانا؟ انت الفتح على روحك. ظابط البحر سافر اسكندرية، أنا خايف. بعد موت هارون مفيش حاجة تخوفنا أبدا. المهم إن رشيد ما تعرفش حاجة عن موت هارون. لكن المخابرات مفتحة عندها قوي بعد موت شكري. نص الميكروفيلم لازم تاخده منه بأي شكل. الأوامر بتقول إن المعلومات اللي فيه خطيرة جدا. اديله فلوس زي ما هو عايز. افرض رفض. اهلا بك يا كابتن. نحن عاوزين الميكروفيلم. برافو. الفلوس في جيبي، تسلم تستلم. هيحصل. ايه السرعة دي يا حضرة؟ ده شارع مش ميدان سباق. اصل الحكاية ملوش لزوم كابتن، اعتبر الحكاية منتهية.
ما هو لازم حاطط الظابط يعرف. مفيش داعي يا كابتن. اصل الحكايه مرات الخواجه دي جالها الطلق وحالتها خطره قوي وبندور على دكتور. مش كده يا خواجه؟ ايوه مظبوط كابتن مظبوط. العماره دي فيها دكتور. ميرسي ميرسي كابتن. ما تنساش المفرات يا خواجه. حاضر حاضر. صحيح ده عمل انساني لكن مفيش داعي للسرعه دي تاني. ايه الاخبار؟ وجه جديد بيراقب النهارده. واخر المراقبه العامه دي بقى لهم شهر. مستنيين لما يلاقوا الفرصه ويخشوا الفيلا ويخبطوا المايكرو فيلم. انت شايله فين؟ اهو. وده مطرح برضه. تشوف حته معقوله. ما تخافش عليا. انا رايح السوق اجيب الخضار لسعادتك. مش عايز حاجه من بره يا بيه. انت ما تعرفش تطبخ حاجه غير اللوبيا دي؟ ما اعرفش غيرها. عاجبك ولا الجوع؟ لا عاجبني خلاص. السلام عليكم. نهارك سعيد يا كابتن. انت مين؟ جميل. جميل؟ لا مؤاخذة اصل وشي متعكر حبتين من زعل على سي شكرا الله يرحمه. الله يرحمه. اتفضل يا كابتن. ايه ده؟ حاجة كده على مؤاخذة. هدية صغيرة من اصحاب سي شكرا الله يرحمه. بمناسبة ايه؟ رحمة ونور على روح المرحوم. انا مش عارفها. كل شيء بصوابه. ايه ده فيه؟ حاجة هتبسطك قوي عن اذنك. اسمع. الو. ايوه مين؟ نحن اصحاب المرحوم شكري. وصلت لك الهديه ان شاء الله تكون مبسوط. من هنا ورايح هتوصل لك هدايا كتير. عندكش حاجه تهدينا بيها؟ لا بتقول ايه؟ لا النمره غلط. نمره غلط.
سلام، دماغه ناشفة. عندي اللي لاينها له. ايوه ايوه ماركو. دورك جه مع الكابتن عصام. انا مستعده. هنبتدي امتى؟ بعد كشف التحركات. اختاري الوقت المناسب. هو بيخرج من بيته في سيدي بش الساعة 7 صباحا. بدري قوي عليا. بيروح قيادة البحرية، بيفضل هناك لغاية الساعة 2 بعد الظهر، وبعدين بيرجع الفيلا. الفيلا؟ بيسهر دايما في سانتا لوتشيا. ممكن. كل يوم جمعة بياخد حمام شمس في بلاج المعمورة. افتكر انا كمان محتاجة الحمام شمس. حصل خير، اتفضلي. اي ايه رجلي سلامتها في حاجة؟ لا مش عارفة. شوف ايه فيها. لا دي عاوزة قاعدة. انا مش شايف حاجة، لازم انجزعك. هنا بيوجعك؟ هنا؟ اي خسارة، مش هعرف اغني الليلة. وانت هتغني برجلك؟ دمك خفيف. الله يحفظك يا مدام. مامازيل ايفا. مادموزيل ايفا مغنية؟ ايوه، في كازينو المنتزه. تشرفنا. عصام زهني ضابط في القوات البحرية. هاي كابتن. الليلة هغني غنوة جديدة، مش هغني الا لما تيجي. هيحصل. جود باي. مادموزيل ايفا، الكورة. ثانك يو. عباس، بص لي كويس، شايف فيا ايه؟ مش شايف حاجة. يبقى ما عندكش فكرة عني اطلاقا. انا عارفك كويس. عصام زهني، العمر 35 سنة، الطول 185، شعرك اسود. بس انا ما بقولكش اعمل تحليلات عني. امال قصدك ايه بس؟ قصدي كده شكلي على بعضي ممكن يشقلب كيان القنبلة الذرية دي، ومن نظرة واحدة تقع في دباديبي. جايز جدا، يمكن يكون نفسها حلو. واذا كانت بتشتغل في كازينو المنتزه اللي بيشتغل في بترو، تبقى عينها فارغة وعايزة تتدب فيها رصاصة. طب ابعت مصر اعمل تحريات عنها. اسمها ايفا. There's a girl of the desert Sahara by the beautiful name of Tamara. She's dancing an oriental tune under the bright and romantic moon. Tamara, 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 yes I love ya Tamara, pretty girl of the desert Sahara. The desert Sahara.
عمر عاوز يجوز تمرة، حب الرمزي زي الحرارة. كمال عاوز ابن الحمرة، بس تمرة بتحب الصحراء. تمرة تمرة تمرة، يا سلام يا سلام يا تمرة. pretty girl of the desert Sahara. Tamara, 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 ya salam ya Tamara. Pretty girl of the desert Sahara. The desert Sahara. Tamara, 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 ya salam ya Tamara. Pretty girl of the desert Sahara. Pretty girl of the desert Sahara. Pretty girl of the desert Sahara. ادخل. لا اتفضل. ميرسي مامبي. ميرسي على الورد كابتن إسعاد. ايه رأيك في الغنوة؟ جنان تهوس. ميرسي. من فضلك. اي تفضل يوسف بيه. كابتن إسلام زهني، يوسف بيه عز الدين. اهلا وسهلا يا فندم، اتشرفت. مع اعجابي الكبير بالاغنيه الجديده. ميرسي. ما لقيتش الورد اللي بتحبيه فبعت جبته من بيروت بالطياره. وليه التعب ده؟ طيب استاذن. مش ممكن. ايه اللي مضايقك منه؟ بتشائم من وشه. عن اذنك يا حبيبي لما اكمل لبسي. طب انا هستناك في الصاله. ازاي الحال؟ الريزل يوسف عز الدين دخل علينا فوقنا. لا مش عاوزينه يفوق ابدا، لازم يتوب في حبك، ما يفوقش الا بعد ما نكون فتشنا الفيلا ورجعنا بالمطلوب. انتوا رايحين تفتشوا الفيلا؟ ضروري الليله. طب اتصرفوا مع يوسف عز الدين وابعدوا عنه. اوكي. كابتن عصام، عندك مانع ناخد كاس ويسكي سوا؟ لا بكل سرور. 2 ويسكي. ارجو اني ما اكونش عطلتك. لا مفيش عطله ولا حاجه. سيجاره يا فندم؟ بس ما عندكش فكره قد ايه انا سعيد بمعرفتك. طبعا لا. كابتن عصام، انت شاب قدامك مستقبل كبير والبلد محتاجه لك. لكن ايه مناسبه الكلام ده؟ ايفا. ايفا؟ ايوه، دي قلبها عصبة ما عندهاش قلب، لها مليون عشيق وعشيق. وحضرتك نمرة كام؟ انا؟ ابدا. كده؟ انت صعبت عليا لانها ست خطرة وبتلعب بقلوب الشبان.
وتلف تلف وترجع لمين؟ للراجل اللي بتحبه. مين ده؟ راجل كبير شوية في المقام، انما غني، غني قوي. هو الوحيد اللي بيقدر يرضي جشعها للفلوس ويلبي كل طلباتها. تلف تلف وتعرف ده وده وترجع له هو، لانه بيحبها حب صادق عنيف، بيحبها بكل جوهره. يوسف بيه، تليفون عشان سيادتك. عن اذنك. اتفضل. عصام، يلا بينا قبل ما يرجع بوز الاخس. اوام. مفيش حد طلبني في التليفون. يمكن ابي قفل السكه. ايفا هي اللي قالت لك تقول كده. غور من قدامي. ويسكي دوجلي. كفايه بقى، انت شربت كتير. متضايقة خالص. يوسف ده زهقني من حياتي. اروح لبنان ورايا، اروح نابولي برضه ورايا. فهمته كتير اني ما بحبوش، لكن ما فيش فايدة. اخلص منه ازاي؟ بسيطه ازاي؟ نتجوز. انت ما تعرفنيش غير النهارده. عندنا مثل بيقول: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فجواز. يعني انت مؤمن بالحب من اول نظرة زيي؟ مؤمن؟ ده انا اللي اخترعته. لازم سكرت. طبعا سكرت. وكمان عصام، الناس. قومي. على فين؟ نروح حتة تانية ما فيهاش ناس. امال اثبت لك ان انا بحبك ازاي؟ عصام، قوم نرقص. الحمد لله. ايه الكرم ده كله؟ مفيش تحية احسن من كده؟ المسدس ده من غير صوت. يعني موت سكيتي؟ انت مش هبطت فلوس؟ انتوا بتسموا 25,000 جنيه دي فلوس؟ قلت لي. المبلغ مش عاجبك. في الحقيقة انتوا اللي مش عاجبني. غش، بتشتغلوا بهبل. كشفتوا شكري للمخابرات وبعد كده عاوزين نتعامل معاكم. اعملوا معروف، ابعدوا عني. انا راجل متراقب، ما تودونيش في داهية. نحن اللي بنراقب. انتم؟ الحمد لله. انا كنت خايف قوي، ومع ذلك وجودك في بيتي يشبهني. تسبح تتهوى. كابتن عصام، الظرف ده في 25,000 جنيه كمان.
اديني الظرف اللي في ايدك وخد الفلوس. عندك مانع؟ لا ما عنديش. اتفضل. سلم نفسك يا كابتن. حلمي ماركو فين؟ موجود. كنت فين لغايه دلوقتي؟ مع ايه؟ مين؟ انا البواب. عباس. اهلا عباس. اهلا وسهلا. اهلا يا عباس. ازيك يا راجل؟ الله يخليك. الله، ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ كان عندنا ضيوف هزارهم تقيل شويه. اصحابك اياهم؟ طبعا، هو في غيرهم؟ وايه الفلوس دي كلها؟ فلوسهم لهفنا منهم 25,000 تانيين. يا جماعة أنا موقفي بقى دقيق خالص. لحد إمتى هفضل أزوغ منهم؟ اعتقد انك هتقدر تتصرف على ضوء المعلومات اللي جبتها معايا من مصر. جبت تحريات عنيفة؟ اسمها راشيل. راشيل هارون، بنت هارون بتاع الانتيكات. بنت هارون اللي دكانه اتنسف في خان الخليلي. هي. ودي صورتها من 10 سنين، ايام ما كانت بتشتغل في الجيش الانجليزي، وبعدين سافرت مصر ودخلت في باسبور مزيف ضمن البلية اللي بيشتغل في الكازينو. أهلا ست راشيل. دي خدمتنا خدمة كبيرة. ازاي؟ تحرياتنا عنها وصلتنا لخيط مهم جدا. إيه هو؟ ماركو. ماركو ده ايه؟ مدرب الرأس. احنا بنشك انه يكون رئيس الشبكة. ليه؟ ماركو دي صورته لما كان في البحرية الهولندية ايام الحرب، وبعد انتهاء الحرب اشتغل خبير بحري ببحرية اسرائيل. ما فيش أوامر تانية من الرئاسة؟ لا، انت تحاول تظهر لهم روح التعاون لغاية ما تعرف ماركو ده يبقى رئيس الشبكة ولا في حد غيره. ماركو. لازم نجيب بقية المايكروفيلم بأي ثمن. الأوامر جات لي كده، لكن أنا بكلم مين؟ أنتوا فيكم فايدة؟ انا هجيبها بنفسي. ايه بقى؟
كلمي عصام خدي منه ميعاد عشان تتغدوا سوا في كازينو سيجال. الو عصام حبيبي. ممكن تساعدني من فضلك؟ متأسف، عندي ميعاد مهم. أرجوك يا بيه، 10 دقايق بس، السكة مقطوعة وأنا ما صدقت إني لقيت حضرتك. طيب. ميرسي أوي يا حضرتك. دي؟ اسمع. حاضر. فين المايكروفيلم؟ مايكروفيلم؟ فيلم ايه؟ الظرف اللي فيه المعلومات. ايوه افتكرت الوقت لما شفت اخينا. وافتكرت دلوقتي. انتوا الظاهر فاهميني غلط. انا جمعت المعلومات دي علشان ابيعها. لما اخليها عندي هستفيد بيها ايه؟ يعني متفقين؟ طبعا متفقين. امال بتتهرب ليه؟ بتهرب؟ انا راجل تاجر عارف قيمة الصنف اللي ببيعه زي النبيذ، كل ما يقدم يحلو ويغلى. ولا ايه يا خواجة؟ ما احنا بنتعلم منك. تبقى تتعلم في المتبلم. ها؟ لا ده مثل عندنا. لا ممكن يتعلم ويفهم. طلباتك 100,000 جنيه. 100,000 pounds؟ يس 100,000 pounds، مش براغيث. عن اذنكم، ما انتوا ما ردتوش عليا. موافقين نستلم الليله. مش معقول. الفلوس موجوده بس الظرف مش موجود. كابتن عصام،
بلاش لف ودوران، بلاش لف ودوران. اصل انتوا بعد ما زرتوا الفيلا الحقيقه انا خفت الفار لعب في عبي. بعت الظرف والميكروفيلم على مصر. ويسكي؟ ايوه. ميه ولا سودا؟ سك. جود. كابتن عصام. كابتن عصام، اللي يغدر بينا ننصفه. ايه؟ بتقول ايه؟ انا ما اتقاسش على الكلام ده. هو لعب عيال؟ اعتذر قول باردون. عم سوري، اسف. كويس كده يا خواجه. انا كل اللي يهمني عاوز اقبض، عاوز امشي من البلد دي خالص. قلت لك جاهزين. تحب امتى تستلم ونقبض؟ ليله راس سنه. فين؟ في الكازينو. اشمعنى الكازينو؟ نحتفل بالمناسبه السعيده دي. مبروك يا كابتن. مبروك عليك. جميل. السلام عليكم. تسمح. وليه الأذية دي؟ أصل النور بره شديد قوي، خايف على عينيك. كتر خيرك. تسمح بقى يا ابني تاخد بيد ربنا يفتح عليك. ايديك الاتنين. انا مش مطمن، ده طماع هيلعب بينا عشان ياخد فلوس اكتر. انا واثق انه هيعمل كده. ولا عمل. هحط له اللي يراقبه ويعرف كل تحركاته. يكتشفه، ده ثعلب. الرقيب مش انسان. امال ايه؟ حاجه لا يمكن يكتشفها حتى يدع عليه انفاسه. كابتن إسام موجود؟ اتفضلي. هو موجود ولا مش موجود؟ مين حضرتك؟ ازاي يديني ميعاد ولا يجيش؟ اتفضلي استريحي. كابتن عصام موجود؟ مش موجود. مفيش داعي ينكر نفسه. انا لسه شايف ايفا دلوقتي وهي داخله. اوعى. مفيش داعي ينكر نفسه. اخرجي قدامي من غير مناقشه. ايه يا استاذ؟ يا وكاله غير بواب. ازاي تهاجم على وجه الناس بالشكل ده؟ فكرة سايبه ليه؟ متاسف. قدامي يا ايفا. انت جاي هنا ورايا ليه؟ عايز مني ايه؟ وان ما بعتش هتعمل ايه يعني؟ جواب ايه؟ قصدك ايه؟ هقول لك. إسام. يوسف بيه، اسمح لنا اقول لها على الجواب الصغير والسر الخطير اللي هيوديني في داهيه. ما افتكرش عندك الشجاعه الكافيه انك تقول لها. إسام، في حاجة مخبيها عليا؟ افهمك. القانون في بلدنا بيحرم على الضباط انهم يتجوزوا من اجنبيات. انا شخصيا ما عنديش استعداد اني اتخلى عن ايفا ابدا. انا هضحي بكل شيء، هستقيل من وظيفتي واتجوزك. افتكر بعد كده ما عندكش فرصة تبعت للبحرية علشان ترفدني. مش ده السلاح اللي بتحاربني بيه يا يوسف بيه؟ مع السلامة. إسام، قد كده بتحبني وبتضحي علشان يا إسام. بس انا مش قادر افهم هتعيشوا ازاي بعد ما تستقيل. اهو ده بقى السر اللي عمرك ما هتعرفه. ايفا، انا مسافر بيروت النهارده. لما تعرفي من عصام وعيشة عصام زي ما حصل مع كل اللي عرفتيهم قبل كده، ابقي اتفضلي، هتلاقيني في انتظارك. الكارت بتاعي اهو، فيه العنوان.
استنيتك ساعتين لوحدي وما جيتش. حصل حاجه يا روحي؟ وانا جاي لك في السكه كان في عربيه عطلانه، صاحبها شاور لي، نزلت اساعده. بصت في وشي، بصيت في وشه، خدنا بعض بالحضن وهات يا بوس. ايه ده؟ سيبني لوحدي ملطوعه ساعتين علشان تنزل تبوس واحد؟ ما هو الراجل ده اللي نزل لنا من السماء علشان يقرب معاك جوازنا. ازاي؟ ده المحامي بتاع العيله. تصوري جاي من مصر عشان يقول لي ان انا كسبت القضيه بتاعت الوقف بتاعتنا. انا هقبض 100,000 جنيه. سام. ايفا انا هسافر عشان احضر المستندات، عاوزه اي حاجه اجيبها لك، اطلبي اغلى شيء في الدنيا. انت عندي اغلى حاجه في الدنيا. ايفا انا مسافر بيروت النهارده. لما تعرفي من عصام وعيشة عصام زي ما حصل مع كل اللي عرفتيهم قبل كده، اتفضلي هتلاقيني في انتظارك. الكارت بتاعي فيه العنوان. يوسف كان هيبوظ لنا كل حاجه النهارده. اطمني، جوزيف حجز على طيارة النهارده. انت متأكد؟ انا عرفت لك المعلومات دي من الاوتيل. ليه هتسيبنا بسرعه يا يوسف بيه؟ مضطر اسافر عشان عندي شغل. مبيعش. ميرسي. اجتهد يا عصام انك تسلمهم التصميمات هنا في مكتب المدير علشان يبقى الهجوم محدد ومباشر على المكان اللي بيجتمع فيه اكبر عدد ممكن من افراد الشبكه، علاوه على رئيسهم بطبيعه الحال. عباس انت هتكون واقف هنا في الكوريدور جنب اوضه المدير عشان تراقب. بمجرد عصام ما يديك الاشاره تنقلها بسرعه انت لحلمي. حلمي هيكون واقف هنا جنب سكاكين الكهرباء. بمجرد عباس ما يديه الاشاره هيطفي نور واجهه الكازينو مرتين. اما انت يا سمير هتكون معايا بره مع قوه الهجوم. ومجرد ما ينطفي نور الواجهه نهجم على طول. مش هوصيكم يا جماعه للمره الثانيه، المستندات اللي في الظرف اللي مع عصام تصميمات حقيقيه لغواصاتنا واحواضنا الجافه. يعني اذا وقعت في ايديهم هتبقى كارثه. وليه نجازف يا فندم ونحط في الظرف تصميمات حقيقيه؟ عشان خاطر ماركو. انت ناس انه خبير بحري؟ افرض انه شافها قبل الهجوم يبقى عصام انتهى. خدوا بالكم كويس جدا يا جماعه، احذروا اقل هفوه، لان طبعا الكازينو هيكون في غايه الازدحام والدنيا زيطه، لانه هيكون في حفله راس السنه. خلي بالك كويس، الليله دي لازم نخلص كل حاجه. لازم ننفذ الخطه زي ما رسمتها بالظبط، مش عايز اي غلط. لازم نخلص. خلاص الليله دي اخر ليله في مصر. لازم نخلص كل حاجه ونسافر اوام. نسافر واسيب بابا وماما؟ انا عامل حسابي على كل حاجه. بابا وماما هيكونوا مستنيين على المركب اللي هنسافر عليها سوا. واني خلاص انا داخل جوه. اذا جال جميل خليه يجيلي، انا بستناه. الو، مين؟ عباس؟ الحمد لله على السلامة عباس. عشان ايه؟ بتتكلم جد؟ ساعة الصفر الليلة دي انا اللي هقف جنب السكاكين بتوع النور. قد اشارة الهجوم؟ اطفي نور واجهة الكازينو مرتين. كويس. عصام يعني زمان وصل الكازينو دلوقتي. طيب مع السلامة. كل واحد يكون على استعداد، الهجوم هيبتدي بمجرد نور الواجهه ما ينطفي مرتين.
طلع مخابرات. انا متاكد. بلغي ماركو بسرعه. حاسب يا حضرة عباس. فين ايفا؟ اوضه المدير. طب خليك واقف جنب الباب اول ما اديك اشاره. سلام. ايفا حبيبتي روحي، خلاص كل احلامنا اتحققت. كسبت القضيه، هنتجوز ونعيش مع بعض للابد. صحيح. امال ايه يا حلوه؟ اما انا محضر لك حته مفاجاه. مش احسن من مفاجأتي. انت كمان محضره لي مفاجاه؟ هايله جدا. اقفل الباب عشان اوريها لك. ايه ده؟ المفاجأة تعجبك؟ طبعا. هو في حاجه تعمليها ما تعجبنيش؟ مكانك. مش دي نفس المفاجأة اللي انت محضرها لي؟ ايه يا حبيبتي انت جرالك ايه؟ التمثيلية انتهت يا حضرة ضابط المخابرات الذكي. انت لازم جرى لعقلك حاجه. انا عصام. بقول لك التمثيلية انتهت. طب انت وريتيني مفاجأتك، تعالي شوف مفاجأتك. ايدك فوق. امرك. تعالي خديها بنفسك. قديمة من عند ابوكي هارون. مش ممكن، مستحيل، فظيع. بترو وماركو قتلوه. بترو وماركو؟ ايوه نسفوا المحل بعد البوليس ما كشف شكري. متوحشين. الوقت ضيق، كل حاجه انكشفت دلوقتي، ودي اكبر فرصه عشان تنتقم لابوك وامك وتنجي بنفسك. ازاي؟ تكوني شهاده ملك. يعني ايه شهادة ملك؟ يعني اللي يرشد عن زملائه، وبالطريقه دي تاخدي بطار ابوك وامك وتنتقم من المجرمين. بس ايه؟ مفيش وقت. هم دلوقتي اكتشفوا ان انا مخابرات. كابتن عصام ما تخافش. انا بترو. هو دلوقتي الصالح هتلاقي واحد لابس وش نمر اسمه عباس، ده زميلي، قول له يطفي النور دلوقتي. اتفضل. يظهر اني جيت لك في وقت مش مناسب. باردون مستر بيترو، ما قدرتش امسك عواطفي. كل ده ما يهمش. مستعد للتسليم؟ 100%. اتفضل. هو التسليم مش هنا ولا ايه؟ لا بس اتفضل. اتفضل اتفضل اتفضل. اللي عايزها بس حاجة عجيبة. عصام اتأخر على شهر. عصام نزل تحت علشان يسلمه، بيقول لك اطفي النور دلوقتي. تصميمات مظبوطة يا ماركو؟ يس اكسلنت، مظبوطة تمام. خد عد الفلوس يا كابتن عصام.
مخابرات يا مغفلين. لازم نبلغ ايفا. طلعت خاينه، خلصت عليها. يلا لم الافلام والخرايط بسرعه. اوان. عارفوا ان عصام مخابرات. هو فين دلوقتي؟ تحت. انزلوا له من الباب السري ده. ادي الاشاره بسرعه. بقول لك اطفي النور. كل زمنيه انزل في المحل. اتأخروا قوي. فعلا يا فندم. نهجم دلوقتي. امرك يا فندم. اربط سلك بسرعه حصلني. جميل اربط انت سلك. تعامل. لقيت حلمي مطعون جنب سكاكين الكهرباء ومش لاقي عباس. اي حركه علينا في المليان. فاضل ثواني والقنبله. عطلها وحصل لي الباب ورانا. سلم نفسك لنفسك. قنبله قنبله.
ترقية استثنائية. رقي المقدم بحري عصام زهني إلى رتبة العقيد بحري، وذلك اعتبارا من اليوم.